أصدقائي، شكرا على كل الدعم والتعليقات واللايكات الحلوة، انتوا بجد بقيتوا مميزين بالنسبة لي، عشان كده عملت لكم فيديو أكبر عشان تستمتعوا أكتر معايا. ويلا بينا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نبدأ الأنمي. ريشي بعد ما بترفض طلب الأمير أرلوند للجواز منه بيجي الملك وبيعتذر للأمير أرلوند وريشي على اللي عمله ابنه، وبيطلب منه أرلوند إنه يتكلم مع ريشي على انفراد. بيروحوا فعلا لمكان يتكلموا فيه. بتقوله أنت بتخطط لإيه بالظبط؟ قال لها ولا حاجة، أنا ببساطة غرقت في حبك وعايز أتجوزك. بتقوم تقف وبتقوله أنت بتقول إنك غرقت في حبي؟ قال لها أيوة، وبتطلب منه طلبات من ضمنها إنها تكون على حريتها في القلعة وتنام وتتكاسل براحتها، وكمان ممنوع إنه يلمسها نهائيا. وفي طريقهم إلى المملكة بتنام ريشي وبتكون نايمة على سيف الأمير أرلوند. بيحاول ياخده منها ولكن بتصحى وبتمسك السيف بإيديها وبتقوله انت بتحاول تعمل ايه بايدك دي؟ بيقول لها انا بحاول اخد حاجتي اللي خدتيها مني. ولكن في الطريق بيتعرضوا لهجوم من قطاع الطرق. بينزل أرلوند وبيقفل على ريشي الباب وبيقضي عليهم كلهم لوحده، وبتخرج ريشي بكل سهوله من الباب وبتلاقي في جنود اتصابوا. بتروح وتمسك السلاح اللي اتصابوا بيه وبتعرف انه مسموم. بتقوم تقول لهم انا ممكن اعمل للتريال السم ده. بيتفاجئوا منها وفعلا بتعمل كده، بس بيكونوا شاكين فيها. بتمسك السيف المسموم وبتجرح نفسها بيه عشان يطمنوا منها، وفعلا بيستخدموا الترياق بعدها. بيروح الامير أرلوند يشكر ريشي على انقاذ الجنود وبيقول لها شكرا على انقاذ حياتهم. بعدها بتوصل ريشي للعاصمه وبتقول انها البلد الوحيده اللي معرفتش تزورها في حياتها السابقه، ولكن بيكون في مشكله. المكان اللي هتعيش فيه ريشي لسه مش جاهز، ولكن ريشي بتقول له مفيش مشكله وبتروح القصر وبتبدا بتنظيف البيت. وبعد ما تخلص بتخرج وبتلاقي مجموعه من الخادمات بيضايقوا خادمه جديده معاهم. بتجري عليها وبتقوم البنت من الارض وبتقول لهم ان في امطار هتنزل دلوقتي. مش بيصدقوا كلامها وبيمشوا، والبنت بتشكر ريشي على مساعدتها ليها. بعدها ريشي بتروح تقعد في البلكونه. بيجي الامير أرلوند وبتقول له مهما حاولت تخفي نفسك هعرف بوجودك. وبيقرب منها وبيحط ايده على خدها وبيقول لها انت لازم تعملي اللي نفسك فيه من غير اي قيود. وبيمشي ولكن بيقف وبيقول لها انا لمستك وانا قاصد المره دي، فكري في حاجه تاخديها مني بالمقابل. وريشي بعدها بتفقد توازنها من كلامه وبتقول انت بتفكر في ايه بالظبط يا أرلوند هاين؟ وتاني يوم ريشي بتكون نايمة وبتصحى على صوت بيقول لها مولاتي ريشي انتي صحيتي، انا مساعد الامير أرلوند أوليفر. بتقول له ايوه صحيت، ثواني من فضلك. وبتقوم وفي ثواني فعلا بتلبس وبتخرج وبتقول له شكرا على الانتظار. بيقول لها بعتذر اني صحتك، ولكن هو ده الوقت الوحيد اللي قدرت اخرج منه من مكتب الامير عشان في شغل كتير متراكم علينا بسبب الزيارة الاخيرة، والامير أرلوند لحد دلوقتي ما قدرش ياخد اي فترة راحة. بتقول له ريشي حاسة اني المفروض اعتذر. بيقول لها وهو بيبتسم لا ابدا مفيش حاجه، ولكن ريشي بتاخد بالها من كلامه ونظراته ليها وبتقول له من فضلك وهي واثقه في نفسها بص عليا زي ما انت عايز. بيتفاجئ وبيقول لها ايه؟ قالت له انت مش جاي هنا عشان تعيني صح؟ بيتفاجئ منها وبيعتذر ليها. ريشي على طول بتساله انت تعرف سبب انه طلب الجواز مني؟ بيقول لها بصراحه انا كمان متفاجئ من الموضوع. وبتكون قصدها على أرلوند، بس انا عمري ما شفت الامير سعيد كده قبل كده، لما بيكون معاكي بيكون ابتسامته صادقه. بتقول له انا حاسه اني بتعامل كاني دميه. بيضحك أوليفر وبتقول في بالها ده حتى مش بينكر الموضوع. المهم بيديها قايمه بيقول لها الامير طلب مني اني اعرفك ضيوف الشرف في مراسم الجواز، وبتقراها ريشي وبتبقى عباره عن قايمه باسماء الامراء اللي هيحضروا. وكمان بيقول لها في حفله بكره بالليل ودي قايمه بالحضور. بتتفاجئ ريشي وبتقول حفله تاني يوم. تبدا التحضيرات للحفله من وصول الضيوف وتجهيز الطعام وانضباط الخدمات. المهم بتروح ريشي للامير أرلوند وبيكون مشغول لسه وبتقول له ممكن اخد شويه من وقتك؟ بيقول لها ماشي. بتدخل ريشي وبتقول له انا ممكن اطلب منك طلب؟ انت طلبت مني اني افكر في حاجه. وبيكون قال لها كده لما لمسها وحط ايده على خدها لان في اتفاق بينهم انه ما يلمس ريشي. بتقول له هو ممكن اختار الخادمه بتاعتي بنفسي؟ قال لها زي ما انت عايزه. ولكن بيقوم يقف وبيقول لها شكل أوليفر ما قالكيش حفله اليوم معموله ليه؟ هي معموله عشان ولي العهد يدور على بنت يتجوز منها، ودي حركه ملهاش لازمه بس لازم تتعمل عشان المظاهر. ولكن ريشي بتقرب منه وبتقول له انا فاهمه كل ده وكمان عايزاك انك تكشف عن خطوبتنا في حفله اليوم. يقول لها شكله مفيش خيار تاني، وكمان انت بتمدي ايدك عشان المسك. بتقول له ده لاني احنا الاتنين لابسين قفازات. المهم بيدخلوا الحفله وبتكون حفله كبيره، الناس والموسيقى في كل مكان ومستمتعين جدا. وريشي بتنزل ورا أرلوند وبتقول له دي الحفله اكبر مما توقعت. بيقول لها دي معموله
معمولة على نطاق ضيق. بينزل أرلوند وريشي والكل بيرحب بيهم. واحد بيقول له من فضلك يا سمو الأمير قول لي بنتي شوية من حكايات سفرة. أرلوند بيقول له للأسف مفيش حاجة مثيرة للاهتمام عشان أقولها، لكن أنا كنت محظوظ فيها. ويبص ريشي وبيبتسم وبيقول لهم زي ما انتم شايفين أنا لقيت شخص هتكون زوجتي. ريشي والكل بيتفاجئوا من كلامه، ولكن ريشي بتحس بيهم وبتقول في بالها حاسة بفضول وغيرة منهم، ولو هقارن ده بفسخ خطوبتي كل المشاعر دي مش هتأثر عليا. وبعدها ريشي بترحب بالجميع وبكل ثقة. بيبتسم أرلوند من كلامها وبيقول لهم بما اني زوجتي المستقبلية لسه واصلة من بلد تانية اتمنى انكم تدعموها هنا. بيقولوا له اكيد هنعمل كده. وبيتحرك أرلوند وريشي وبيقف وبيقول لها ما تقلقيش انا احميكي مهما حصل. بتتفاجئ وبتقول في بالها هو قال يحميني دلوقتي الراجل اللي قتلني؟ ولكن بتستغل الفرصة وبتقول له انا عارفة ان طلبي ممكن يكون صعب ولكن ممكن تدربني على ايدك. قال لها انت دايما بتردي بطريقة ما بقدرش اتوقعها. ولكن الموسيقى بتبدأ وبيقول لها مش لازم تجبري نفسك على الرقص. بتقول له بما اني هنا دلوقتي حابة ارفع عن نفسي شوية. يبتسم وبيبدأ الرقص والكل بيتفرج عليهم وبيكونوا مبهورين جدا منهم. ولكن ريشي بتحاول تعمل شوية حركات عشان تسيطر شوية ولكن أرلوند مش بيديها فرصة. وبتقول في بالها باين عليه بيقول ان مفيش فايدة من اللي بتعمليه. وبحركات أخيرة بتنتهي الرقصة. بتفتكر ريشي انها تقع على الأرض ولكن بحركة جميلة جدا وابتسامة من أرلوند الكل بيسقف ليهم. بعدها بيجي كام بنت بيرحبوا ريشي وتقول لها بنتي فيهم انسه ريشي رقصتك كانت جميله جدا. ريشي بتقول لها شكرا. البنت بتقول لها ممكن تقبلي المشروب ده مني. بتاخده منها وبتعرف من ريحته ان مخلوط فيه فلفل حراق. وتقول في بالها بيحاولوا يعملوا فيا مقلب ولكن ريشي بتشرب منه وبتقول لهم ده طعمه حلو جدا ويسعدني ترحيبكم بيا بالطريقه دي. البنات بتتصدم منها والبنت بتقول لهم يلا نمشي. وبتدخل تكمل باقي المشروب في البلكونه وبتقول ده فعلا حراق. بيدخل ويسمعها أرلوند وبيقول لها حراق. بتقول له المشروب ده فيه فلفل حراق. قال لها ارميه. قالت له لا هكمله عادي. ولسه هتشربه بياخده من ايديها وبيشربه كله وبيقول لها ده فعلا حراق. بيقول لها ده واجبي اني اشارك معاكي. بتقول له وهي متفاجئه شكرا ولكن بيسالها انت كنت بتفكري في ايه وانت بترقصي معايا؟ انت كنت بتفكري في شخص تاني غيري صح؟ ريشي كانت بتفكر في اللي بيحصل لها منه في المستقبل وانها بتموت على ايديه كل مره ولكن بذكاء بتقول له انا كنت قلقانه على صحتك. وبتحط ايديها على رقبتها وبتقول له انت تعرضت لجرح هنا صح؟ بيتفاجئ أرلوند انها عارفه حاجه زي دي ولكن بيبتسم وبيخلع جزء من لبسه وبيوريها الجرح وبيقول لها الجرح من اول الكتف لحد رقبتي ده جرح قديم جدا. ريشي بتشوفه وبتتصدم جدا وبتقول ده صعب. وبالها بتقول ده جرح قديم جدا فعلا وشكله اتضرب بالسيف كتير جدا بنية القتل. وبيقول لها ناس قليلة جدا يعرفوا مكان الجرح ده ومفيش حد قبل كده قدر يعرف وجوده ابدا. بتسأله ريشي عن سبب اصابته ولكن بيغير الموضوع وبيقول لها الجو بقى برد ودخل وسابها. ولكن بيقعد في مكانه ويبتسم ابتسامة غريبة جدا. المهم تاني يوم ريشي بتلبس لبس الخادمة وبتروح تشتغل مع الخادمات وبتيجي البنت اللي شعرها احمر وتقول لهم بمهاراتكم ديت مش هتكونوا ابدا خادمات للامير ولي العهد. ريشي بتروح تساعد البنات والبنت ام شعر احمر بتقول ان مفارش القصر هتوصل النهارده وبتمشي عشان يحاولوا يساعدوهم ويكسبوا تقدير زيادة منهم. وريشي بتتابعهم كويس ولكن بتسألهم ريشي عن البنت اللي شعرها احمر وبتكون اسمها ديانا وبتقول لهم انتوا تعرفوا حاجة عنها قبل ما تيجي هنا؟ بتقول لها البنت اللي قصادها انها كانت من عائله غنيه جدا وعندهم محلات كتير ولكن خسروا كل ده من الديون اللي كانت عليهم. ريشي بتقول لهم فهمت. المهم بعدها بيتجمعوا الخادمات عشان يقابلوا اميره القصر ويتفاجئوا جدا من نظافه القصر وبيسالوا نفسهم عن البنت اللي بتظهر فجأة دايما قصدهم على ريشي. المهم أوليفر بيقول لهم الأميرة ريشي نازلة دلوقتي. الكل بيقف باحترام وبينحي راسه وبيغمض عينيه وبتنزل ريشي وبتقف قصادهم وديانا بتتفاجئ من اللي شايفاه وتعرفهم ريشي بنفسها والكل مصدوم من اللي شايفينه. وبعدها ريشي بتقول لهم هبدأ واختار منكم وبتبدأ تنادي على اللي هيكون معاها في القصر يخدموها وبتختار ريشي كل الخادمات الجداد. ولكن ديانا بتتفاجئ وبتقول لها ازاي يا مولاتي ريشي هما كلهم جداد احنا القدام عندنا خبرة اكتر منهم. بيقول لها أوليفر دي قلة احترام. ريشي بتقول له مفيش مشكلة. ديانا بتقول لها انا عارفة انه قلة احترام مني لكن من فضلك بص علينا احنا عندنا قدرات احسن منهم كخادمات. ولكن ريشي بتقول لها يا آنسة ديانا اعتبارا من النهارده انت مش هتشتغلي كخادمه تاني. البنت بتصدم وبتقع على الارض وريشي بتقول لها انت متعلمه وبتعرفي تقري وتكتبي يعني تقدري تاخدي تعليمات وتسجليها وتقريها بعد كده. ليه كنتي بتعاملي البنات التانيه بالطريقه دي وهم مش متعلمين زيك؟ وبتقول لها انا اسرتي خسرت كل حاجه ما كانش في حد بيحميني وفضلت اكافح لحد ما بقيت خادمه. وبتقول لهم انا اسفه اني عملتكم كده انا غلطت انا اسفه بجد من قلبي. وبتعيط وبيجري عليها البنات وبيقولوا مولاتي ريشي الانسه ديانا شاطره
شاطره جدا وهي دايما بتعمل اقصى حاجه عندها. ريشي بتقرب منهم وبتقعد على الارض تكلمها وتقول لها يا ديانا انا عايزاكي تساعديني في عمل مواد تعليميه. وبتكون ريشي عايزه تعلم الخادمات القرايه والكتابه عشان يبقى سلاح ليهم في المستقبل. المهم بتقوم تقف من على الارض وبتاخد ايديها وبتقول لها ممكن تساعديني. ديانا مع دموع الفرحه بتقول لها ايوه هعمل كده، وبتكون سعيده. وبعدها اوليفر بيروح يعرف ارلوند على اللي حصل وبيقول له انا مش عارف هي ممكن تعمل ايه تاني تساعد بيها البلد. ارلوند بيرد عليه ويقول له اوليفر انا ما جبتش ريشي هنا عشان تكون زوجتي وتخدم العائله الامبراطوريه او الدوله. بعدها ريشي بتجهز نفسها عشان تقابل تاجر وتساعدها البنت في عمل شعرها، وبتقول لها وكان لازم الفستان الغالي قوي ده عشان تقابل التاجر ده. وبتكون ريشي هتقابل قائد شركه اريا التجاريه، وبتقول في بالها لو قدرت اكسبهم في صفي هيكون مكسب كبير ليا لجمع المعلومات. المهم بتجهز وتروح تقابله ويقول لها اسمحي لي ابارك لك بمناسبه جوازك، انا اسمي كاين تالي من شركه اريا التجاريه. بتعرفه ريشي بنفسها وبتقول له شكرا انك جيت من المسافه الكبيره ديت. وبتقول له انا عايزه شركه اريا التجاريه توفر كل حاجه لحفله جوازي. بيبص لها وبيقول لها انت ما عندكيش فكره انا بقدر التصريحات دي قد ايه. بتقول له ريشي ممكن اشوف البضاعه بتاعتك دلوقتي؟ بيضحك وبيقول لها مولاتي ريشي انا ما عنديش حاجه ابيعها ليكي. ريشي بتقول له ليه؟ ممكن اعرف السبب؟ بيقول لها لان البضاعه بتاعتنا ما تناسبش المستوى بتاعك. وبيقول لها باين عليكي انك بتضغطي على نفسك عشان الصفقه دي تتم، بس انت عندك عزيمه اقوى من اي حد قابلته قبل كده، وانت بتعملي كل ده عشان تشتري من تاجر بسيط. بتقول له يا متوتره ده لانه هعمل كده مره واحده في العمر، وده اللي خلاني ابقى متحمسه زياده عن اللزوم. وبيقول لها كده تالي عشان بيكون فهم ان ريشي بتعمل كده عشان عايزه حاجه ومخبياها غير انها تشتري منه بضاعه زي ما بتقول يعني. وفي الاخر بيقول لها للاسف البضاعه بتاعتنا مش كفايه للمهمه دي، وبيقوم ويمشي وبيقول لها شكرا ليكي كان شرف ليا. ريشي بيتنادى عليه بيقف وبيقول لها احنا هنوقف شغلنا كام يوم عشان نستمتع بالسياحه في المدينه. وبيمشي وريشي واقفه ومش عارفه تقول ايه. تاني يوم بتروح ريشي بعد ما اداها الامير ارلوند قطعه ارض تزرع فيها عشان عايزه تزرع نباتات طبيه، ولكن بتكون زعلانه انها ما قدرتش تتفق مع تالي رئيس شركه اريا، ولكن بتفتكر انه قال هيقعد كام يوم في المدينه للسياحه وبتقرر تروح تاني تقابله. بتصبغ شعرها وبتخرج بالليل من غير ما حد يشوفها. بيدخل تالي بيلاقيها قاعده ومستنياه وبتقول له اهلا بيك يا رئيس تالي. بيقعدوا ويتكلموا مع بعض ويقول لها يا مولاتي ما فيش خدعه عايزه فستان الجواز دي تاني. بتقول له واضح ان مش هينفع معاك الخدعه دي. قال لها كويس. وبيقوم يقف وهو متحمس من كلامها وبيقول لها قولي لي تفاصيل الخطه بتاعتك. قالت له ما اقدرش اقول لك. قال لها ايه؟ قالت له ما اقدرش اقول لك ولكن انا عايزه شركه اريا التجاريه معايا في خطتي. قال لها ده مثير جدا يا اميره، عايزين اوقع عقدي معاكي من غير ما تقولي لي اي حاجه وما اعرفش هكسب ولا لا. دي اكتر حاجه ممكن يكرهها التاجر، وعايزاني اثق فيكي بس عشان بتقولي لي اني هكسب ارباح. ولكن ريشي بتقول في بالها في الكام سنه الجايه ولي العهد هيدخل في الحرب وانا بعمل خطه عشان امنعه، وده مش معناه اني اقدر اقول له على الخطه دي. ولكن بتقول له انا هفكر في شغل تنجح بيه في العاصمه هنا لو وثقتي فيا. بيضحك تالي بيقول لها عجبتني الفكره بس قدامك اسبوع واحد يا مولاتي. بتقول له يبقى ده وعد، وبتشكره وبتمشي وبتروح تدخل القصر من البلكونه. ولسه بتدخل اوضتها بتشوف الامير ارلوند مستنيها ويقول لها اتاخرتي في الرجوع. بتقول له سموك ليه انت هنا؟ بيقول لها انا اللي طلبت منك تعملي في وقتك اللي انت عايزاه، بس مش معقوله اني ما يعجبنيش تصرفاتك عشان كده استنيتك لحد ما ترجعي. بيقوم يقف ويقرب من ريشي بتقلق وبترجع لورا. يقرب ايديه ويقول لها حتى انت شكلك بيبقى كده لما تكوني مع راجل لوحدك بالليل. بتبص له وبتقول له انا اسفه جدا. بيتفاجئ ارلوند وبتقول له ريشي الخروج لوحدي بالليل دي حاجه ما تليقش بمركزي كخطيبه ليك ولسمعتك. قال لها انا مش هاممني كل ده. وبنظرة جميلة جدا من ارلوند بيقول لها انت ما فيش حد اذاكي صح؟ بتقول له لا ما فيش حد اذاني. وبيقول لها بعد كده لو زرت المدينة هروح معاكي، وانا قلت لك انك حرة لكن مش معنى كده انك تعرضي نفسك للخطر. ولكن ريشي بتقول له انت متساهل معايا قوي. قال لها بحسب طبيعتك مهما حاولت امنعك هتحاولي تخرجي تاني من غير ما اعرف صح؟ حتى لو كلفك ده صبغ شعرك يبقى الاحسن معاكي اني اديكي اذن لكن مع شروط وده هينجح اكتر معاكي. بتقول له ريشي هو انا تصرفاتي سهله تعرفها كده؟ قال لها لا انت من النوع اللي صعب جدا اتوقع تصرفاته. بتقول له انت بتستمتع بالموضوع انت والرئيس. يقول لها الرئيس انت اتفقتي مع ايه مع شركه اريا التجاريه؟ ريشي غيرت الموضوع وبتقول له سموك انت جعان دلوقتي؟ بتجرب ريشي الطبخ وشكلها بتكون اول مره وبتدوق مره والتانيه ولكن الطعم بيكون مش حلو. بتقول له امير ارلوند انا عارفه اني انا اللي اقترحت الموضوع لكن في الحقيقه انا بعتذر منك انا طباخه سيئه. يقول لها بجد؟ وبتقول في بالها في حياتي السابقه كنت باكل بس وما جاتش فرصه اني اتعلم الطبخ. وبتقول له الشوربه ديت مش هتعجبك ولكن بياخدها من ايديها وبيشربها ويقول لها هي حلوه. ولكن ريشي بتقول في بالها شكله مش بيعرف يفرق بين الحلو والوحش. ولكن ارلوند بيقول لها شكلك بتقولي بالك حاجه فيها قله احترام صح؟ بتقول له لا ابدا وبتشكره.
وبيقول لها انت السبب في جواي، يلا نحضر الاطباق. وبيخلصوا بعدها الحله، وما اعرفش ازاي عملوا كده، اكيد جعانين. المهم بعدها بتقول له على تجار شركه اريا والاتفاق اللي تم بينهم ان في خلال اسبوع لازم ريشي تلاقي فكره عمل جديد. ارلوند بيقول لها فهمتي انت عايزه تعملي ايه، وبيسالها عن العمل الجديد وبيقول لها انت عارفه هتعملي ايه. قالت له في شويه افكار ولكن لازم اعرف طبيعه الناس والمكان هنا الاول. بيقول لها يعني قصدك هتكون معركه صعبه؟ قالت له ايوه. بيبص لها وهو بيبتسم. ريشي بتقول له انت فعلا مستمتع باللي بيحصل. بيقول لها وهو قايم يمشي انت لازم تعملي اللي انت عايزاه، ولكن بيقف ويقول لها انت قابلتي اخويا الصغير؟ بتقول له اخوك الصغير؟ لا. قال لها كويس، لو قرب لك ما تتكلميش معاه. قالت له في حاجه لازم اعرفها. بيقول لها لا مش لازم تعرفي حاجه، وبيمشي. تاني يوم ريشي بتحاول تجمع معلومات عن سكان البلد، وبتقول انا بزرع الصبح وبذاكر اخر اليوم، وكمان لازم استعد لمراسم الجواز، شكلي مش هقدر انام ولا ارتاح الفتره دي. وبعدها اوليفر بيقول لارلوند انتوا كلتوا مع بعض بالليل؟ قال له في مشكله؟ قال له لا بس باين ان مولاتي ريشي شاطره في الطبخ. ارلوند بيقول له قالت انها طباخه سيئه ولكن كان لذيذ وعجبني. وبعدها ريشي بتكون تعبانه جدا لانها قعدت تعمل بحث طول الليل، والحراس اللي معاها بيقولوا لها حاولي ما تضغطيش على نفسك. بيروحوا للمكان اللي بتزرع فيه وبتلاقي حد نايم فيه. الحراس بيقولوا لها ارجعي ارجعي يا مولاتي ريشي، خلينا نرجع للقصر. وهو بينادي بيقول مولاتي ريشي، بيسمعهم اللي نايم وبيقوم يعدل نفسه وبيقول ريشي وبيبتسم سعيد اني قابلتك يا اختي الكبير جميله. بتتفاجئ ريشي من كلامه وبيقوم يقول لها انا بعت رسائل كتير بقول فيها اني عايز اقابلك، لكن اخويا ما ردش عليا خالص، دي حركه لئيمه قوي. وبيضحك وبيقول لها ما فيش داعي للتوتر، انا اسمي تيودور اوغوست هاين، انا المرشح الثاني للعرش والاخ الاصغر لايرلوند هاين. ريشي بتقول في بالها طلب مني ما اتكلمش معاه. بيقول لها في حاجه محيراني ممكن تبصي هنا، وبيشاور على الارض. ريشي بتروح بتشوف وبتقول له في مشكله في الارض، ولكن بيقعد على الارض وبيقول لها هنا عشان تقرب منه. وبيقول لها انا عايز انقذك. بعد ما بتتغير نبره صوته وملامح وشه بيقول لها انت مسكينه لانك مش عارفه انك رهينه. بترد عليه ريشي وبتقول له عارفه، والامير ارلوند بيعاملني معامله كويسه، ولكن بيقول لها بجد. وبيقوم يقف وبيقول لها انا سعيد اني شفتك، سلام اشوفك تاني بعدين. وبيمشي. بتدخل ريشي بعدها القصر وبتقول في بالها المرشح التاني للعرش ده مش كلام تقوله في اول مقابله لينا مع بعض. بتقف ريشي وبتسال الحراس انتوا عندكم اوامر بمنع اخو الامير انه يقرب مني؟ بيقول لها الحارس انا ما اقدرش اجاوب على السؤال ده. لكن بتسال ريشي طيب الاخين كويسين مع بعض؟ قال لها برضو ما اقدرش اجاوب على السؤال ده كمان. بتقول لهم انا اسفه اني بسال اسئله غريبه، وبتقول لازم اتعامل مع الموضوع ده في الاخر بنفسي. بتدخل ريشي بتلاقي الامير ارلوند بيتكلم مع واحد وبيقول له هيكون دور الجيش حمايه الشعب. الراجل اللي قصاده بيقول له انت عايز تحمي الشعب وما تنفذش كلام النبلاء؟ قال له النبلاء دولت عندهم جيوشهم الخاصه والدوله بتوفر لهم التمويل الكافي عشان يحموا نفسهم. ولكن الراجل بيقول له فكر في الموضوع لاني ما اظنش ان ابوك لما يعرف هيعجبه الكلام ده. بيتعصب ارلوند وبيقول له بنظره قويه انا مش هتجادل معاك، اعرف مكانتك. الراجل بيترعب في مكانه، ولكن ارلوند بيبص لريشي وكانه مستني تقول حاجه. ريشي بترفع ايديها وكانها بتقول له ما يتعصبش انت قدها. بيصلح فعلا الموضوع وبيقول له انا هبعت اشعارات للنبلاء وفيها ان حمايه الشعب هيكون مصلحه ليهم. في الاخر بعد ما نحمي الشعب ويعيشوا في امان ساعتها لما نطلب الضرايب هيدفعوا، وده يساعد الحكام. الراجل بيقول له لو كده ممكن يقبلوا التغيير فعلا. ارلوند بيقول له انتهى الكلام وبيمشي، بس ما اعرفش ليه هما بيتكلموا على السلم اساسا. المهم ريشي بترتاح بعدها وبتقول هو فعلا مختلف عن شكله في الحياه السابقه. وفي اخر اليوم بتدخل ريشي لاوضتها وبتلاقي على الارض جوابه مكتوب عليه تعالي قابليني الساعه 12 النهارده، وممضي عليه من ارلوند هاين. بتروح ريشي وبتفتح الباب وبتكون لابسه فستان اسود جميل جدا وبتقول مساء الخير يا امير تيودور. بيقول لها وهو بيبتسم مساء الخير يا اختي الكبيره الجميله. ولكن بكده نكون وصلنا الى النهايه، لكن دي بدايه قصتنا. ما تنساش تشترك في القناه واللايك الجميل واستناني عشان مش هتاخر عليك. واخر حاجه اقولها سبحان اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام.